حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. النفس الشيعي في مصر لازم نبطره، أنا هبطره، أنا والشباب هنبطره. أنا بقولها للمسؤولين أهو، اكفونا هذا الأمر، لن نصطدم معكم، ولكن أقسم بالله لبادئ بالشباب من الأسبوع القادم في تنشيط الدولة، قرية قرية، مركز مركز، مدينة مدينة. إخواننا الوهابيون نائمون، غيروا لعقيدتكم، غيروا لدينكم، غيروا لدنياكم يا أصحاب المال، يا أصحاب العقيدة. نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم. احنا الآن مبتلين بظهور نجم الشيعة. أهل السنة ضعاف مخذولين في ديارهم ومخذولون مع عدوهم. والمؤسسات الدينية في كثير من بلاد الإسلام لا تستحق الرواتب التي يأخذونها. ولكن الذي يؤذيني أكثر ما يؤذيني أن أسمع مداخلات من هنا وهناك تقول أنا سني لكن من اليوم أنا شيعي. عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا، والمشكل أن هؤلاء الأتباع يعني يأخذون من الشيعة أسوأ مبادئها وهو سب الصحابة. وإنما يظهر لك ماذا؟ يظهر لك أنه معك على المنهج حتى يستميلك عنده، وحتى تتقوى الأصول والأواصر بينك وبينه، حين ذاك يجتد لك أصول السنة من جذورها ويلبسك لباسها الرفض، فتصير رافضيا شيعيا كما حصل لبعض شبابنا وللأسف الشديد. ولذلك طالما قلنا لشبابنا وقلنا لإخواننا إياكم والشبه، إياكم والدخول في محاورات ونقاشات ومناظرات وأنتم لستم أهلا لذلك. ما الذي دفعك لأن تناقش أو تناظر أو تجادل هؤلاء؟ ليس عندك علم بشبههم وليس عندك علم بخدعهم، فكن على يقين أنك ستخسر الجولة من أول وهلة كما حدث لشبابنا وللأسف الشديد. ولو أن شبابنا أنصتوا لنصائح علمائهم ومشايخهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه الآن. في كلمته دق رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام البشير جرس إنذار لتنامي المد الشيعي بالسودان، وطالب الحكومة بإغلاق الحسينيات الشيعية بالسودان وتصفية المراكز الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية بالخرطوم وتجفيف معهد الإمام جعفر الصادق بالعمارات. وتساءل عن دور الدولة في تدفق وتسريب 8 ملايين كتاب للسودان، وتأسف على غياب مجلس المصنفات في حظر الكتب الشيعية. فأرجو من الإخوان المسلمين في مصر ومن الدكتور مرسي أن يجفف منابع التقارب مع إيران ويجفف منابع التقارب مع الشيعة، ولا يتذرعوا بأن مصر عمرها ما تتشيع، أهل السودان تشيع. المد الشيعي أيها المسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. تدرون أن الشيعة وصلوا طبعا في بلاد الحرمين، تكمنوا في الأحساء، في القطيف، في نجران، في المدينة، وربما تنقلوا بين بعض بلدانها. موجودين في الخليج العربي كله، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، في قطر، موجودين في اليمن، موجودين حتى في مصر، وموجودين كذلك في أندونيسيا، في الفلبين، في تركيا، في باكستان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في حتى الولايات المتحدة في أمريكا، وانتشروا. أقول ولهم أجندة يستطيعون خلالها يروجون كذبا وزورا. انتبهوا من هذا، أنهم الأكثر إحصائية. نعم هم أحيانا الأغلبية في بعض البلدان وأكثرية، لكنهم أقلية في كثير من البلدان وخصوصا في بلادنا، ويحاولون أن يقولوا للعالم في إحصائيات مكذوبة أنهم الأكثر.
مصر الكنانة تصير مرتعا للروافض. ثم نحذر الرئاسة والإخوان من مسألة التقريب مع الشيعة، إذ لا تسحب وراءها إلا كل شر وإلا كل خطر. إنما التقارب مع هؤلاء فلا، هم لا يتقربون إلا لنشر معتقدهم الباطل، وهم كفار كفار كفار. الاثنى عشرية هؤلاء أكثر خلق الله الآن على الأرض. أما أن تذهب لتسمع ما يقولون فاذهب إلى الخمارة واشرب الخمر خير لك، لئن تشرب الدخان والخمر خير لك لم تذهب إليهم. لا تذهبوا إليهم، لا يجوز، حتى ولا تقول أسمع لما يقولون. ألا ينهى أمثالنا؟ لا تدخلوا تلك الغرف. أليس من المعيب أن تكون غرف الروافض من أكثر الغرف؟ ولقد رأيت أن أكثر عامريها من أهل السنة والجماعة. لا يجوز، حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم. لماذا لا تسمعون الكلام؟ وعلى حكومتنا وفي بلادنا أن تتصدى بحسم لفكر التشيع، فالتشيع مرفوض في بلادنا، وينبغي على أولياء الأمور أن يحذروا كل الحذر من الشيعة. المتشيعون يتحدث عن المتشيعين، مصريون تشيعوا بضع مئات ربما، يا سيدي بضعة آلاف على فكرة في المغرب العربي، وهذا خبر لا يسوء. ألوف تشيعوا، وسألت المغاربة قالوا نعم عشرات الألوف، والمملكة هناك تئن تقول عشرات الألوف صاروا شيعة. هل يسرني هذا؟ وإن بقوا على ذلك فإن شرهم عظيم، فإن شرهم عظيم. أناشد المسؤولين في غياب شمس الشريعة أن يضعوهم في المعتقلات حفاظا على عقيدة الباقين بإذن الله رب العالمين، لأن هؤلاء كالسوس الذي ينخر في عظام الموحدين. أقول للمسؤولين ضعوهم في المعتقلات إلى أن يتوبوا أو يموتوا في هذه الأماكن. أسأل الله أن يحفظ مصر من الروافض. فنحن الآن نعيش مرحلة خطيرة جدا. هناك أكثر من 1000 سني مصري تم تشييعهم في الكويت. مع هذه الحلقة التي أود أن أتحدث فيها عن مسألة هامة، ألا وهي أمر الرافضة والحذر من منهج الرافضة ومن منهج الشيعة. مع كامل الأسف حسب ما تدل عليه كثير من التقارير الإعلامية عشرات الآلاف من المغاربة مع كامل الأسف ممن خرجوا عن العقيدة السنية وتبنوا عقيدة الرفض. فحذار أيها الإخوة المسلمون، حذار أيها المسلمون السنيون في المغرب وفي أوروبا وفي الصحراء وفي غيرها، حذار أن يصير منكم مما يحمل شعار الرفض وشعار التشيع. موضوع من الأهمية بمكان، وإن شئت قل من الخطورة بمكان. حقيقة إن الذي يحزن القلب ويفزعه وجود متشيعين على عقيدة أو معتقد الشيعة الاثنى عشرية في بلادنا الإسلامية العربية وفي بلدنا المغرب. أيها المسلمون، أيتها المسلمات في كل مكان، في كل مكان من الكرة الأرضية، أقول لكم امنعوا أبناءكم من مشاهدة القنوات الشيعية، وأنتم أيضا امحوا هذه القنوات، انزعوها، اتركوها. إذا أردت أن تضع الصحن، ما يسمى بالصحن هذا لأخذ التقاط القنوات، وأتيت بمن يضعه لك، قل له امحي جميع القنوات الشيعية، لا تدع ولو قناة واحدة. قد يقول قائل إنما نريد أن نعرف خطرهم. يا إخواني، ليس لنا حصانة علمية تحمينا، فالشبه خطافة. اتركوا هذه القنوات. لماذا كان
كانوا يخفون عنا ذلك، سامحهم الله. قال خوفا من ان تتأثر فتتشيع، خوفا. هل تخبئ